عايزه حاجه تعملك تفتيح فوري لبشرتك تكون على قد الايد وما تضايقكيش خالص خالص في دفع الفلوس، كميتها كمان تكون مناسبه، كمان الاهم ان انت تستغني خالص عن الفاونديشن والحاجات اللي هي بتاذي بشرتك. تابعوا الفيديو ده للاخر عشان تستفادوا. حبوباتي الحلوين، وحشتوني قد الدنيا كلها. صباح الفل عليكم. النهارده فيديو خطير كالعاده، جايبه لكم اكتر كريمات جربتها بتجيب نتيجه فوريه وتفتيح قمر، هتستغنوا عنهم خالص خالص في الصيف، وهتدعوا لي بعد الفيديو ده ان شاء الله. الفيديو وكومنت صغنون قمر زيكم، واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفيني. احب انوه كده عن، طبعا انتوا واخدين بالكم عن الخلفيه الجديده دي، عارف رايكم حلوه ولا مصدعاكم ولا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات لو مريحاكم نفسيا والدنيا تمام ولا اغيرها. ببسط جدا جدا لما بتشاركوني الحاجات دي وبتكتبوا لي رايكم تحت، حتى لو حد قال لي مثلا كومنت اللي هو مثلا لا قعدتك مش مظبوطه. في حد كان قال لي نظرتي ان انا ما ببصش للكاميرا، فللاسف انا مش عارفه اظبطها، لان انا ببقى باصه كده وشايفه نفسي وعارفه اخد ودي كده، فاهمين؟ اما ببص في الكاميرا ببقى مش شايفه نفسي وحاسه ان انا نايمه ومحوله كده وبيحصل حاجات غريبه. فاوعدكم ان شاء الله اول ما اجيب الكاميرا بقى الحديثه او اجيب موبايل احدث شويه هحاول اظبط الموضوع ده. بس بجد بجد ببقى مبسوطه جدا، بحس ان انتوا واخدين عليا وانا واخده عليكم اخوات كده، واحنا بناخد وندي مع بعض في الكومنتات. ما تحرمونيش من هذا الموضوع القمر. ندخل بقى في الموضوع على طول عشان مرغيش كتير واصدعكم. مش بنوته مننا بتبقى عايزه حاجه تديها نضاره فوريه وحاجه تكون على قد الايد، وكمان حاجه كميتها مناسبه. كلام بقى لو استغنيتي عن الميك اب والفاونديشن والكلام اللي بيأذي بشرتك ده، ففي الفيديو ده ان شاء الله هقولكم على كل الحاجات اللي انا جربتها، وهندخل على اول قمر معانا اللي خلاني استغنى عن الفاونديشن واريح بشرتي خالص من الكلام المؤذي ده، وهو كريم ديزرت. طبعا انا عامله عنه احلى ريفيو في الدنيا، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه تحت، او لو سرشتوا في القناه هتلاقوه. خطير 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 من هنا لسنين كتيره جدا جدا. ضعف واحد وفيتامين سي ووتر بروف، وكمان وايتنينج بيفتح، وكمان فاونديشن. فانت بتستغني حرفيا عن الفاونديشن بالكريم القمر ده. هجربه لكم على وشي مع اني حاطه حبه ميك اب كده بسيط، بس هجربه لكم برده للي حابب يشوفه، او ممكن نجربه على ايدي اوريكم فعلا هو بيعمل ايه في البشره. اوريكم الفرق ما بين الكريمات على ايدي علشان تستفادوا اكتر. الكريم ده 50 جرام، خطير خطير خطير، ريفيوهاته كلها قمر. البنانيت اللي جربوه بجد مش بيستغنوا عنه خالص. بس في تريكه كده، كنت شفت الكومنتات طبعا ومتابعاها عن الكريم ده او عن الريفيو اللي انا عاملاه عنه. اغلب البنات بيشتكوا ان هم توزيعه مضايقهم او كده، ففي نقطه مهمه جدا جدا اتكي عليها وانت مش هتلاقي منه مشاكل خالص، الا وهي ان انت تحطي ترطيب كتير قوي قوي، ترطبي بشرتك قبل ما تحطي الكريم ده، مش هتلاقي بعديه اي مشاكل خالص خالص. هجربه لكم دلوقتي على ايدي وهتشوفوا انا اقصد ايه. متاخدش منه كميه كبيره علشان البنات اللي بتقول بيغير في وشي ووشي مش عارف بيضرب ايه. بالراحه يعني، ناخد كميه بسيطه، ولو احتاجنا تاني نبقى ناخد، مش نقعد ناخد ونغرف وبعدين نرجع نقول اختنا رحاب هي اللي قالت لنا منها لله. بصوا هو بيتوزع عادي كانه اي كريم خالص. تمام، عايزه تعمليه بالبيوتي بلندر اوكي، بس انا شايفه بايدك احسن، ايدك تبقى نظيفه وتوزعيه حلو. بصوا بصوا من بعيد، انا ما رضيتش احط على صوابعي على فكره عشان تشوفوا الفرق ما بين دي ودي. بصوا لو عايزين احط لكم على صوابع ايدي احطه والله عادي جدا، هو كميته ما شاء الله كتيره، وبتاخدي انت كميه صغننه فهيقعد معاكي كتير جدا، فدي حاجه قمر. بصوا بقى مقرب كده، ولا جير ولا عمل اي حاجه، انا ايدي مترطبه فولا جير ولا عمل اي حاجه. ريحته مش نفاذه خالص، ريحته هاديه جدا للبنات اللي بتتضايق من الريحه الاوفر، هيعجبكم جدا وهتتبسطوا منه جدا جدا. فده اول قمر معانا كده، لو جبتيه حرفيا مش هتستغني عنه خالص. بعديه على طول، وده برده مجرباه بقالي كتير وقرفاكوا بيه اللي متابعني، والا وهو الكلاي جلو. معلش بصوا هو طبعا مشوه، دي حاجه اتاكد لكم باكله حرفيا، فبصوا متشوه خالص، كله حاجات طبيعيه. طبعا الديزرت برضو نفس الكلام، فده حاجه قمر ان انت هتستغني بيه عن الميك اب، وكمان بشرتك هتستفاد مش هتتضرر خالص. ده فيه SPF بس مش عاليه قوي، لازم تحطي قبلها سان بلوك. الديزرت نفس الكلام، اي حاجه هقول لكم عليها النهارده لازم قبلها سان بلوك، ما تنزليش من غير السان بلوك يا مؤمنه، وبعد كده ترجعي تشتكي من البقعه بتاعه الوش
ومش عارف ايه في الوش، والتهابات في الوش، وحروق في الوش. الصن بلوك نمبر 1 بالذات في الصيف، هو شتاء او صيف، بس الصيف بالذات يا بنات اساسي معاكي الصن بلوك. استغني عن اهلك بس الصن بلوك ما تستغنيش عنه حرفيا. الواحد كان يعني غايب عنه حاجات كتيره جدا جدا والله قبل ما يعرف صن بلوك والحاجات دي كلها والله. ليه جلو ده برده من الحاجات القمر اللي انا مجربوها بقالي سنين السنين وبعشقه، مش بستغنى عنه خالص. كل ما بيخلص بجيب منه تاني. سعره رخيص مش غالي خالص زي ما قلت لكم. هو بامب كده زي ما انتم شايفين، استخدامه سهل جدا. برده بيدي جلو للبشره فوريه، بيدي نضاره فوريه. حاجه الصراحه هحط لكم صورته على الشاشه احسن علشان هو اصلا يعني شكله مش هتشوفوا منه اي ملامح خالص. الخطير اللي بعديه على طول اللي عامله عنه ريفيو قبل ده على طول، انزلوا شوفوا الفيديو بتاعه متكلمه عنه بالتفصيل الممل، الا وهو الستار فيل كريم. خطير يا جماعه وسعره اقل من ال100 جنيه. يعني بصوا انا مظبطاكم في الفيديو ده، يعني عايزه دعوه حلوه ولايك وكومنت ولو شير يعني يبقى كتر خيركم. مكوناته كلها طبيعيه زي ما قلت في الفيديو اللي قبليه على طول، شوفوه عشان هتفهموا انا قصدي ايه. متكلمه عنه يعني لما خانقاكم في شكوا الصراحه. كميته حلوه 60 جرام، حلو قوي قوي. وبصوا حجمه كبير ازاي، قد كف ايدي. بيدي نضاره فوريه، تفتيح فوري، بيعالج بشرتك لو فيها تصبغات، فيها حروق شمس، فيها اي مشاكل من اثار حبوب، بيعالجها تماما تماما. يعني مميزاته الصراحه قمر. انا يعني مش عايزه ارغي فيه كتير عشان ما اطولش وقت الفيديو. ارجعوا للفيديو بتاعه هتستفادوا جدا. اخر حاجه معانا وهو انا كنت متكلمه عنه برده في ريفيو، هسيب لكم برده الفيديو بتاعه تحت معلش هنزهقكم شويه. كافيارو كريم، هسيب لكم صورته على الشاشه. خلصته وقلب عليه الدنيا، يا رب اعرف الاقيه ان شاء الله، يعني الاقيه ان شاء الله على خير كتير. بيدي كان نضاره فوريه، بيفتح بشرتي تفتيح فوري. برضه عنه ريفيو قمر ارجعوا له. وكمان كان سعره مناسب جدا جدا لاي بنوته. انا عايزاكم تخرجوا من الفيديو ده يعني مستفيدين باكبر حاجه. شوفي ايه اللي مناسب ليكي وهاتيه من اللي قلتلك عليه. مش هتستغنوا عن الحاجات القمر دي خالص، وهتستغنوا عن الميك اب والحاجات اللي بتبوظ وشنا. بس كده يا حبايبات، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وخارجين من الفيديو مستفيدين ان شاء الله. شير لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا، وكمان كومنت صغنون ولايك للفيديو، ده اهم حاجه. اشتركي عندي واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديده. بس كده يا قمرات، لو عايزيني اعمل فيديوهات او ريفيوهات عن حاجات معينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ببقى مبسوطه جدا جدا وانا بقرا كومنتاتكم القمر. حبوباتي اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.